بتحب النوجة؟ ايه رأيك النهاردة نعملها بثلاث مكونات بس موجودين في البيت واسهل من السهولة نفسها، بجد بخطوات سهلة بسيطة قوي هتعمليها. يلا كده نقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجة بجيب بياض بيضتين، بحط عليهم ذرة من الفانيليا ورشة بسيطة جدا من الملح. بضرب المكونات دي كويس قوي بالمضرب الكهربائي لحد لما يعمل لي فوم ويبقى حجمه يتضاعف، وفي نفس الوقت يبقى عندي متماسك ويعمل لي كده منقار زي منقار اللي احنا متعودين عليه لما نيجي نضرب بياض البيض. بركنه على جنب، وبعد كده بجيب بوله وبحط فيها كوبايه من السكر، وبحط كوبايه من عسل الجلوكوز، وابتدي ان انا اضيفهم على بعض وارفعهم على نار متوسطه مع التقليب المستمر لحد لما اوصل قوام. هقول لكم هيبقى قوامنا عامل ازاي. بفضل اقلب من الحين للاخر كده، كل دقيقتين كده ببتدي ان انا اقلب فيهم على نار متوسطه، وبعد كده بعمل الاختبار بتاعي. بوصل بجيب كوبايه بحط فيها ميه، وببتدي ان انا احط شويه صغيرين من العسل ده، وابتدي ان انا اشوف كده لو اتكسر معايا يبقى تمام، لو لسه بيشد بسيبه شويه كمان 5 دقايق لحد لما يديني القوام اللي انا بحط نقطه منه على شويه ميه بيكسر معايا زي السكر. بعد كده ببتدي ان انا بطفي عليها النار بعد ما اوصل للنتيجه اللي انا قلت لكم عليها، وبعد كده بجيب البياض البيض واديله ضربه كمان، ومع الضرب المستمر بنزل بسرسوب صغير من العسل اللي انا عملته على النار معاكم بالشكل ده، بسرسوب كده صغير بالراحه خالص لحد لما اخلص الكميه دي مع الضرب المستمر. هيديني قوام كده بيتشد معايا زي ما انتم شايفين كده. في الوقت ده بكون محمصه بقى المكسرات بتاعتك زي ما انت حابه بقى، المكسرات سوداني، فستق لوز، حاجه مشكله ما بين التلاتة اللي موجود عندك تضيفيه، وبديله ضربه. وبعد كده بجيب بوله او صينيه كده تكون المقاس تكون متوسط، وابتدي ان انا ادهنها ماده دهنيه او زيت، وبعد كده بحط كيس تلاجة او ورق زبده وبدينه برضو زيت كويس قوي. وبعد كده بحط الخليط بالشكل ده، وبحط فوقيها كيس تلاجة مدهون دهنه بسيطه من الزيت عشان ابتدي ان انا احطه فوق الوش كده، وابتدي ان انا اسويه بايدي بكل سهوله زي ما انتم شايفين. بسيبه يهدى شويه. هو كده كده اوريدي بيبقى دافي شويه، لان احنا خلطنا ما بين البارد والسخن، فعتاني خليط يكون دافي شويه. بعد كده بدخله التلاجة يستحسن لمده ليله. انا قعدته بس ساعتين عشان التصوير، واول ما بيطلع بيتشال معايا بكل سهوله، وبشيل الكيس من فوق الوش. وبعد كده ببتدي ان انا اديله رشه بسيطه جدا من النشا عشان يبقى سهل عندي التقطيع وما يلزقش عندي في السكينه زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده ببتدي ان انا اقطعه كده بالسكينه زي ما انتم شايفين بالطول وبالعرض مكعبات كده تكون متوسطه. بجد كانت خطيره قوي. الناس اللي بتحب النوجه الطريه جربي الطريقه دي انا عايزه اوريكم المطه بتاعتها خطيره، بتمط معاكي بكل سهوله وطريه كده. للناس اللي حابه تاكل النوجه الطريه الايام دي، النوجه الايام دي تحسي ان هي كلها ناشفه كده، وتحسي ان هي معموله بحاجات غريبه. جربوها الوصفه دي، شايفين المطه بتاعتها عامله ازاي؟ طريه جدا وخطيره. لو حطيها في التلاجة كمان هتتماسك اكتر من كده، بس لما تيجي تاكليها هتبقى طريه قوي على السنان. جربوها تعجبكم جدا. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم، هتوحشوني الفيديو الجاي. استودعكم الله.